طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير، مساء الحاجات الكويسة، مساء الثورة. آه، بما إنه اليوم أنا ما بقول الأخير، لكن واحد من الأيام الأخيرة الحاسمة، فالكلام مفترض يكون قصير مركز في أهداف محددة متعلقة بس ببكرة. آه، زعلان شديدا والله قبل يوم بكره، زعلان شديد لانه كنت بتمنى الزول القرعن ده يتكلم الليله. كنا منتظرينه بفارغ الصبر، لاول مره الواحد يكون منتظر الزول التريلا ده يتكلم، لانه يعني كان حيدعم الحراك، كان حيكون داعم كبير جدا جدا، وكان حيغنينا من خطاب بتاع التعبئه وخطاب الحشد ليوم بكره. كان حيقوم به بالانابه زي ما قام به قبل كده في مرات عديده. كل ما يتكلم بيثير غضب الناس اكثر، كل ما يتكلم قاعد يكون دعم حقيقي للناس. فكنا حريصين اكثر منه، اكثر منكم، واكثر من الناس المطورة ذاتهم على انه الزول ده يظهر الليله ويتكلم. لكن للاسف الشديد خذلنا وفقدنا واحده من معينات الدعم اليوم بكره. فلأول مرة في ناس بيقولوا البشير يتكلم، ناس يقولوا ما يتكلم. عموما خلاص يعني غيابه عن الساحة ده والله فقد كبير جدا جدا. كنا نتمنى يتكلم كثير ويسهر ويعمل جوطة وإزعاج ويعمل تعبئة للناس. أي كلمة يقولها قاعد تكون تعبئة. طيب يا أخوانا، فأولا نعلن حزننا الشديد على سكوت النظام الآن، وده انتصار برضه يحسب للناس، تراجع عن خطاب الناس كلها كانت عارفة حيقول شنو. يعني ما حيقول حاجة مفيدة، لكن حيقول حاجة مفيدة للحراك، ما مفيدة للشعب ولا للبلد. 30 سنة ما اتقالت أي حاجة. ودار أذكر حاجة تاني للناس اللي لسه قاعدين يتكلموا يا اخوانا. يتكلم او ما يتكلم انا ما داري اعرف، خلاص قال شنو ما قال شنو ما داري اعرف، ما هي بكره الشارع. وزي ما قلنا يا اخواننا، اذا اتكلم او ما تكلم، قال شنو ما قال شنو، ما حيقول حاجه تغير شيء في البلد اللي لها 30 سنه ماشيه نازله في. والدار يعرف الكلام ده اخواننا، ما خلاص يعني الصوره بقت واضحه. الناس في الشارع، الناس بتموت، اطراف مهمشه، حرب في الاطراف. البشير قاعد يكون عنده زمن لانه يرقص. خليك من رقيص المناسبات العامه. يعني بشر، سالت نفسك في زول سال نفسه ليه في الدول العالم الاول قاعد يكون الرئيس فترته 4 سنة ويجدد له مرة واحدة، ما يجدد له تاني؟ ليه الكلام ده يا اخوانا؟ لانه الفترة دي تحديدا اللي انت بتحكم فيها دي قاعد تكون مستقطعة من حياتك. بيعفوك حتى لو كنت زول كويس، بيعفوك. ليه؟ لانه اللي بيحكم في ال4 سنة دي بتلقى ما عنده زمن، ما عنده زمن عشان يمشي يجامل ويمشي بيت الطهور ويمشي بيت العرس ويمشي يرقص معارك مع ابو هريره. مفترض اساسا الرئيس المهتم ببلده اللي فيها مشاكل بمستوى السودان ما يكون عنده زمن للمجاملات عشان يجوا يتغالطوا بعد ذاك والله ده رقيص ولا عرضه. ما يكون عندك زمن اصلا. عشان كده فترتك بتكون 4 سنوات مستقطع من حياتك لصالح وطنك، شعبك، اهلك، بتقدم فيها للعام بس. ما في زمن للزيارات وغيره وغيره. بشير بيرقص في الصالات والناس بتموت وما عنده، ما شغال بالناس. راجين منه شنو؟ يسقط بس، ويسقط بقرار من الشعب. طالما هو ما داير يتنحى، ما داير يعتذر، ما داير يعتبر من التجارب السياسيه اللي قدامه قريب في المحيط به، وهو في ليبيا واليمن وغيره وغيره. ما داير يعتبر باللي حصل في الجزائر، اللي يعتبر باللي حيحصل له هو في السودان. وبيقول المثل بيقول لك الشقي يشوف في رقبته. وواضح انه البشير ده حيكون هو الشقي اللي حيشوف في رقبته، لانه ما داير يشوف في غيره. كل اللي بيحصل في غيره ولسه هو بيرقص ولاقي زمن ولاقي براح. يوم القيامه لما يسالوه عن المناطق اللي ما شافها بعينه، قادر يمشي يجامل له زول في عرس ويرقص، وتاني يوم يجيب وزير، او يجيب وزير وتاني يوم يرقص. انا ما عارف الفرق ما بين المواقيت اللي حصلت بيناتهم، لانه ما مهتم بالشان الداخلي بتاعهم. لكن في النهايه يا هو زور بتاع قادر يجاملهم هم، لكن ما قادر يجامل اهل الوجع الحقيقيين في السودان. ما قادر يمشي للناس الله بيسالهم. الله ما حيسالك لو ما مشيت لصاحبك في عرسه رقصت ولا بشرت معه. الله ما بيسالك اذا ما مشيت لعبد الرحيم وقعدت ترقص معه. الله بيسالك لانك ما مشيت لناس لليله ما جاهم رئيس ولا جاهم مسؤول. وزي ما قال الكابلي، مسؤول كبير في الحله غير الله انعدم. ديل الناس اللي بعدين الله بيسالك منهم شنو يعني مجاملات وأزر وعرس وما عارف وفرح وكره ماشي لافي في المجاملات. لاقي زمن. كونك لاقي زمن معناه مفترض تكون ما في مشكله ثانيه في السودان. كونك لاقي زمن ترقص فيه وتجامل فيه، فبالتالي خلاص يعني امنت لما اقمت العدل بينهم. سيدنا عمر لما مشى نام تحت الشجره، الشاعر قال له شنو؟ قال له امنت لما اقمت العدل بينهم
كنا نتمنى انه الرئيس يرقص بعد ما يحل مشاكل البلد دي، خلاص يكون فاضي في زمنك الفاضي، بعد ما تكون ما في اي مشكله في السودان، ولا في مطالب، ولا في شعب في الشارع، ولا في حرب، ولا في جوع، ولا في فقر، ولا في انهيار اقتصادي، ولا في دول بتعتدي الان على اراضي السودان، ما في اي مشكله في بلدك، امشي ارقص. ده بالنسبه لخطاب البشير. قالوا اول ما قالوا ما يفرق كثير، بكره الشارع بس. طيب يا شباب، بكره دي الايام اللي فاتت برضه حصلت جوطه كثيره وشغاله تحصل. احنا سادين دي بيعطينا ودي بيعجينا بس رساله صغيره، الناس اللي بيقولوا رد وعليك الله رد لفلان ورد لفلان وقالوا لنا انت كده، يا اخي ما حيقولوا الانبياء قالوا فيهم ما فاضيين يا اخوانا، الناس اللي لسه بتلقلق في الموضوع ورد ما نرد نقول شنو يعني؟ سؤال واحد بس انا حرد به يا اخوانا، ده وقت نقعد نرد فيه. اسال نفسك انت ليه فجاه الحاجات دي كلها بس طلعت قبل 6 ابريل؟ ليه الناس دي كلها بقت تكورك؟ النظام الان اي زول ما حريص على الحراك بقى يطلع يفجر يكورك. قلت لك والله لو ملصوا طلعوا عرايا في الشوارع دي عشان يلفتوا انظار الناس ما بنتلفت لهم، بغض النظر عن هم منو دمنو. ما تقول لنا رود يا خلنا، ما في زول يكبشر يجيب لنا حاجه، شيلك كبشره بعيد، ما فاضيين من الليله وبكره وبعد ولما نسقط النظام. ما في رد يا خلنا، رد على شنو؟ سؤال واحد بس اساله انت لنفسك، لو انت زول عاقل اسال نفسك سؤال، ليه الناس منو ما داير اعرفهم؟ لكن لما انت تقول لي قالوا قبل 6 شهور وقالوا زمان، ليه بيختار المواقيت دي؟ ليه قبل 6 ابريل؟ اصبر يوم واحد ما قادر، انت صبرت 3 شهور ما قادر تصبر يوم عشان تخلق الجوطه بتاعتك دي؟ ده كلام فارغ ساي ما فاضي له. الليله في زول بيموت وحياه راقد في المستشفى، ما في زول منهم يسال عنه. الدار يهتموا بالحراك ده بس، يهتموا بالحاصل في بلدك دي، التفاصيل دي قدام. ما في زول يقول رد يا اخوانا. ومن الليله اي زول يرسل لي كلام في الخاص، فلان قال رد لعلان سوي فلان، بلوك طوالي، ما في زمن. بكره يا شباب في 3 نقاط تجمع داخل الخرطوم، 3 نقاط تجمع داخل الخرطوم. مفترض ما يكون في 3 انفار قاعدين مع بعض خارج نقاط التجمع. بكره في 3 نقاط، دي اهم نقطه تحرصوا عليها. الزول اللي بيقول انا ما عارف بكره امشي وين، شوف اقرب نقطه بالنسبه لك جغرافيا وين. اذا انت قاعد في بري حاسس انه والله افضل لك الموقف حق ام درمان، امشي ام درمان. في النهايه 3 نقاط بتاع التجمع، 3 نقاط بتاع التجمع. بكره ما في حاجه اسمها مواقف فك الضغط، ما في حاجه اسمها مواقف بتاعت احياء. بكره عشان نكون كتار ونكون متماسكين، 3 نقاط جاي من برا الخرطوم. خط الخريطه قدامك، شوف اقرب نقطه بالنسبه لك وين. قاعد جوا الخرطوم، ما قريتك ما ذكرت، حلتك ما جات، تعرف انت ماشي وين. بس اختار لك نقطه اتواجد فيها، حتلقى ناس كتار. انت واحد من الناس الكتار ديل، انت حتكون زياده للزول اللي بيجي بعدك. ما تبقى زول واقف راجي يحركوك والله انا امشي وين. انت وجه الناس، قول لهم تعالوا حته فلانيه. انت حدد، قال الساعه 1 خلاص، حدد انه انا الساعه 1 حكون هناك. التزم انت اولا، بعد ذاك وجه الناس يا اخوانا. ما تنتظر، ما اي زول ينتظر يا اخوانا. في اللحظات الحرجه دي مرات فجاه بتلقى نفسك انت القائد، انت الاسي بتسمع ده، فجاه بتلقى نفسك انت قدام الناس. فجاه بتكون انت المحتاج تدي اجابات، ما فيش في اجابه منقوصه في اللحظه دي تديها انت، ما تنتظر. بتلقى كم نفر يرسل لك والله انا امشي وين، انا ما عارف اقرا، ما ذكرونا. ده كلام ما حق الليل يا اخوانا، ده كلام ما حق يوم بكره، ما بيشبه يوم بكره. 3 نقاط اختار مكانك وارتكز. 3 نقاط اختار نقطتك وارتكز. اختار نقطتك وجيب المعاك. في شباب مرتبين بكره لشغل في اي منطقه من المناطق، شغلكم ده قافل مقفول كده، يتنفس في واحده من نقاط التجمع. في شباب داعين لي موقف في قريه، ما بكره ما نسمع الحله الفلانيه طلعت جوا الخرطوم. ده الكلام الصح، وده ما تعليمات يا اخوانا، كلام بقول فيه ده معلش على ارتفاع الصوت، لكن خوفا من انه بكره نرجع تاني لمربعينه والله ناس فلان طلعوا ناس. بكره ما في يا اخوانا. اي منطقه عندها ترتيب يا اخوانا كانت بتطلع به الفتره اللي فاتت، ترتيبها ده مقفول تنزله في واحده من نقاط التجمع. مع صعوبه الترتيب في الايام دي عارفين، لانه النظام اشتغل شغل بتاع قرف في الاعتقالات. من امس لليله معتقلين قرابه 1000 شاب، بدل كل واحد مفترض من الحي يطلعوا 10 و20 و30، نحن طالعين بدل فلان. انا داير زول يطلع بدلي بكره، ما بقول 1000 ولا 2000 ولا 100 ولا 200، داير زول واحد بس يطلع بدلنا بكره. يختار زول واحد بس يقول له الله انا طالع بدلك، 6 فرقتنا. كان مفترض عارفين وواجعان وما يفتكروا انه مرتاحين ولا شبعانين نوم ولا غيره، لانه ما موجودين الان مع الناس لظروف اي زول عارفها. زول واحد بدلنا. 1000 اللي اعتقلوهم ديل بكره مفترض يطلعوا بدلهم 10,000.
لانه النظام خايف منهم. خلي النظام يخاف منك انت، خلي النظام يعرف انه عدوه ما الالف شاب اللي اعتقلهم من امس لليله خلاص مفتكر نفسه يا اخواننا كده حيقوم يوقف الحراك بتاع الليله يا اخواننا. الان في اعتقالات مدوره في الناشطين، في اعتقالات اي زول شاكين في انه قاعد يرتب بيعتقلوه. كون انت الزول برتب بدله، طوال السد الفرقه بتاعته في الترتيب، طوال السد الفرقه بتاعته في انه النظام خايف منه، كان يخاف منك انت بدله. يبقى يا شباب اي ترتيب بتاع الشغل في الاحياء يوم بكره مفترض يكون مكانه واحد من 3 نقاط حقة الارتكاز. اي شغل في حي بكره مكانه واحد من ال3 نقاط بتاعت الارتكاز بتاعت التجمع. بكره ما في حي يطلع براو، ما في حي يطلع منفرد. جربوا 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 تكونوا كلكم في مكان واحد مجتمعين، حتشوفوا الفرق. المواكب اللي قاعد تشوفوها في الايام اللي فاتت دي، شارع ال60 طلع، بري طلعت، شمبات طلعت، ام بدو طلعت، ام درمان طلعت، الجامعات نفسها، الجامعات نفسها اللي احتقروها الايام اللي فاتت والعذبوهم الفتره اللي فاتت وضربوهم واعتدوا عليهم، يوم الحق بكره حقك تشيله طوالي. اي طالب اي طلبه مجموعه 5 10 20 اتفقوا تتلاقوا في واحد من المواكب. الجامعات اتدهموها الايام اللي فاتت، الجامعات اللي فتحوها وذلوها وضربوا طالباتها ويعتقلوا طلابها وانتهكوا حرماتها، بكره مفترض يكون عندها موقف في المواكب دي. اي طلاب جامعه يختار والله نحن ناس مامون حميده عايزين نتلاقى في الموكب بتاع ام درمان، طلاب بتاع الوطنيه موكب بحري، اي طلاب بتاع الجامعه اختاروا واحد من المواكب دي تشاركوا فيها بكره. ده يوم حاسم او واحد من الايام الحاسمه. وبذكر كلام تاني مال الاحباط، النظام سقط ما سقط الناس تواصل بس. 6 ابريل ده اليوم الختامي، 6 ابريل يوم حاسم، 6 ابريل يوم تاريخي، 6 ابريل يوم كاتم، 6 ابريل يوم لاعاده ذكريات اسقاط النظم الدكتاتوريه في السودان. 6 ابريل كان الاخير مرحب، ما الاخير مرحب، الناس تواصل لحد اسقاط النظام. سقف الحراك اسقاط النظام، سقف الحراك ما 6 اكتوبر ما 6 ابريل، سقف الحراك ما 6 ابريل، اليوم الختامي في الحراك ما 6 ابريل. 6 ابريل كتمت تواصل مكتومه لما نسقط النظام، والارهاق بيتم في التواصل. الناس اللي بيتكلموا عن انه انتوا اشتغلتوا برا الجدول، الشغل ده كان قصدي منه نقفل الجدول بس، ما كان اي شغل تم بدون اعلان مسبق. كان الغرض ارهاق النظام. كنا بنقول انه ما دارين فراغات، يوم الجمعه فاضي قاعد نسده، يوم السبت الكلام ده كله كان ارهاق للنظام ما اكثر. هسه الناس تفهم انه 6 ابريل دي يوم حاسم، ما بقى اخير، يجي الحاسم بعده، ما حاسم بعده. لما يسقط النظام الشغل المتواصل الضاغط، الان النظام كله بيرجف، كله بيرجف الان. رجفته دي تواصل فيها بس، تواصل بس، ما نقدر نرجع الان ونبحث ورا، طوالي قدام. اسقاط النظام ده قدام، ما في ورا يا اخوانا، ما في امس وكان وحصل. الكان وحصل ده لما نناقشه بنكون دايرين نعتبر منه، دايرين ناخذ منه عبره عشان ما تحصل لنا بكره. في زول واحد بيجي بخش في نص الموكب بيجري مع اول اطلاق بومبان، طوالي تفهم انه ده كلام حصل قبل كده، ما داري انه يتكرر. في نقطه مهمه جدا، ما تمشوا متكتلين شديد يا اخوانا، ما تمشوا متكتلين شديد. يعني المتر اللي بيشيل 10 ممكن يكون فيه زول واحد. دي نقطه مهمه جدا، ما للاعلام، لا للتامين نفسه ولسهوله الحركه. ما تزدحموا شديد مهما كان الحضور كثير او ما كثير، ما تزدحموا شديد للتأمين. للتأمين ما معناه تشتتوا، لكن التكدس الشديد ما كويس لأي سبب من الأسباب. داير تغير مسارك، داير تعمل، ما كويس شديد. ما تتشتتوا وما تتكدسوا في مكان واحد، ما تتشتتوا وما تتكدسوا في مكان واحد. كان جا حجر ساي واقع داير تزيح منه بتضرب زول. ما تتكدسوا في مكان واحد وما تتشتتوا شديد. ما في كلام كتير يقال في ختام الكلام. في حاجات جميلة حصلت الليلة، في كلام سمح كتير تم سماعه اليوم، كلام طيب جدا. انت بتحلم بشنو؟ انت اللي بتحلم به ده ما بيجي ما لم يسقط هذا النظام. دايرين حرية سلام وعدالة، ما بتجي ما لم يسقط هذا النظام. ما بيسقط النظام ده إلا بالشارع. كل الطرق بقت مجربة وفاشلة. أنجح طريقة لإسقاط النظام هي اللي أضعفته الآن، هي اللي فككته، هي اللي خلت البشير داير يقول وما داير يقول. خطوة منك، خطوة لك، خطاب جوطة، كلمتين 3 ما عارفين يسوي شنو. هي اللي خلت نافع على نافع بكل الطغيان السياسي بتاعه وبكل الكلام الفارغ بتاعه بيجي من 6 أبريل في الإعلام. في الإعلام
الضغط الحاصل الان للنظام ده بكرر كل يوم، الناس اللي بيقولوا كلام مكرر هاي، النظام الان قاعد في كورنا ما تخلوه يطلع منها، ما يطلع منها، ما يطلع منها الا ساقط، ما يطلع منها الا جنازه. النظام ده ما يطلع من الكورنر اللي قاعد فيها دي، وما بيطلع شفتوا لو رخينا بيطلع. لو قعدنا نتلفت لقالوا وقلنا بتاعت الناس الشعب السوداني ده واحده من مشاكله، واحده من مشاكلنا المجتمعيه في السودان يا اخواننا، بنحب الشمارات، ما تزعلوا هاي الشمارات، ما كلنا، جزء كبير من الشعب السوداني. فك له اشاعه، فك له اشاعه تلقاه مشت اعمل لك مشكله. بيحبوا الحاجات دي، بيحبوا الدرعات، ده كلام ما بيشبه الثوره دي. ناس قالوا وقلنا وقالوا لنا وسووا لنا وجوطوا وتلفتوا بجاي، ما ينفع. ركزوا مع اخوانكم الراكزين في الوطن دي، ما ينفع. السلوك المجتمعي ده محتاج معالجه ليه قدام، ما يسي، لكن ما تخليه ياثر فيكم. فجأة تخش تلقى الدنيا كلها جايطة في مواضيع تافهة جدا، مواضيع أكثر من هامشية، قالوا فلان قال، فلان سوى، أنت عملت، أنت سويت، أنت، لا أنا لا أنت ولا هو ولا إكس ولا واي، ما لم ندعم الحراك ده ما قدمنا حاجة، والتاريخ ما بيرحم، ما بيرحم. نجي نقول كنا بنسوي في شنو؟ 5 أبريل كنا بنعمل في شنو؟ كنا بنقول في شنو؟ أي زول الليلة وأمس وقبله يسأل نفسه كان بيقول في شنو؟ كان بيحارب في منو؟ عدوك وينو ما عارفه، بتحاربوا في أشباح في الظلام. عدو واحد بس هو النظام القاعد ده، في اي تفاصيل قدام بس. ده ما هروب من اي مواجهه، ده ما هروب، بالعكس. انا ما داير اواجه اي ناس اللي بيقولوا رد لسه، ما داير نواجه اخواننا، عدونا واحد قدام. في اي حاجات تعالوا حاسبونا، علقونا في مشنقه، ما عندنا مشكله قدام، لكن ما نبقى مجتمع بتاع شمارات وقوالات ونحب المشاكل ودايرين ده يرد وده يردح. شغل بتاع الردح ده ما شغل ثوره ولا بغير نظام ديكتاتوري قاعد 30 سنه، قاعد فينا بانه غير سلوك المجتمع، قعد فينا بانه حولنا لمجتمع انصرافي، قعد فينا بالاسباب دي. النظام ده قعد لانه والليله بقولها صلاح قوش قبل شهر قال انه نحن غلطنا لما قفلنا شارع النيل، لانه قفلنا واحده من النوافذ الانصرافيه في السودان. دايرينك مجتمع انصرافي، دايرينك زول بتاع فارغه، دايرينك كده عشان يقعدوا. قعدوا بيدي، قعدوا بالمجتمع اللي بيعرف. لا انا قالت صوره بتاعت بنت ترفع تلقى الدنيا كلها جايطه، اقل موقف بتاع فضيحه ولا غيره بتلقى الناس كلها دايره تجري ور. ده الكلام اللي قعد النظام 30 سنه، بانه خلى المجتمع ينصرف عن قضاياه الاساسيه، خلى الخطاب السياسي مرفوض عند الناس، دارين خطاب بتاع جوطه ودرع وكلام فارغ في الجروبات. الليله في ثوره بتاعت وعي قاعد تحصل، ما تخلوها ترجع ورا يا اخواننا، ما تخلوها ترجع ورا، ما يهزوكم، ما يهزوكم. هم انا ما داير اعرف ذاته، اعرف نفسك بس. انت الان اللي بيحصل ده المفيد وين ابقى معه. نحن ما مفيدين، خلينا طوالي قدام. ركز مع المفيد بس، ركز مع انه الثوره دي ما ترجع ورا، ما تنتكس، ما يجرونا لصراعات فارغه ساي. ركز اتذكر في ناس ماتوا، في معتقلين، في جرحى الان في غيبوبه قاعدين في المستشفيات. ركز في ديل، محل تلقى الكلام مفيد امشي طوالي، ما الا نحن. اي زول بيفيد حراكك معاه ادعم طوالي قدام، ما هتتلفت، ما هتتلفت. التلف في الدول بوقع حاجات كثيره في السر. قصه الغزاله اللي قاعد تكتبوها دي اتذكروها، ما تبقى انت الغزاله الان، ما تبقى فريسه يا اخواننا. التلف ده قاعد ينقص سرعه الغزال من 100% ل 50%، عشان يجي الاسد الثقيل الما سريع يحصلها، ويجي الفهد يحصلها مع انه اسرع منه. ليه؟ لانها بتتلفت، لانها جاريه وتتلفت، لكن هو جاري مركز فيها. سرعتها كم؟ سرعه الغزال كم؟ سرعه الفهد كم؟ طيب بيصطادها كيف؟ بيصطادها لانه بتجري وتتلفت، بتجري وتعاين، بتجري ده تشوفه وين، ما يتلفت قدام، ما تتلفت. انتوا الان اسرع من النظام، ونحن الان قدام النظام خطوات، ما نتلفت يا اخوانا. بيفرقعوا لنا الان في مشاكل، بيفرقعوا في جوطه، بيفرقعوا في فتن عشان نتلفت، عشان نتلفت. ما تتلفت قدام. لما نقول لك ما دايرين نرد، ما هاربين، لكن ما داير نخلي لك مشكله يتلفت تعاين لها، ما تعاين لها، ما تعاين لنا. خلينا كله امشي، ارمي طوبتنا وامشي بس. لكن ما تقول داير رد، داير توضيح، قول سوا فلان عمل. ما تشتغلوا بالحاجات دي يا اخوانا، لا تقيفوا ضدها ولا تقيفوا معاه. اقفلوا دي بيطينه ودي بعجينه. المفيد للحراك نحن معه، الما مفيد في الحراك ما معه. المفيد في الحراك بكره 3 نقاط تجمع الناس تتلاقى فيها، ده اللي بيفيد. انتهى. باقي ده كله كلام فارغ ساي، الباقي ده كله كلام فارغ ساي. ده اللي بيجيب حق الناس. ونذكر، مهم جدا نذكر الناس، بكره وبعده شفت 6 ابريل دي تستمر لحد ما يسقط النظام، ما تكفل على يوم واحد. بكره الناس جاهزه تمام، مليون، 100,000، 50,000، 100 مليون، طلعوا 30، يتواصل الحراك. القوه في التواصل ده بس، عشان هم ما يكفلوا على اليوم ده بس، هم قافلين عليه.
تقفل على البعض طوالي من هسي الداير موكب بتاع احياء 7 ابريل 8 ابريل. اي حي مرتب لشغل بكره تخليه بكره في الموكب، ارجع نفذه. اي ناس جابوا لصادق دارين يقفلوا بها الشارع بكره الحي يكون فاضي. اشتغلوا بها 7 ابريل 8 ابريل ويتواصل الحراك لقدام. كلامي ده ما احباط من يوم بكره ابدا، تحوط للبعده. بينه وبين بكره ساعات، بينه وبينه ساعات. والنصر لحظه صبر، لحظه صبر. ممكن تتلفت لحظه بس تقع، لكن قدام والله ما تقع. ده حراك استمر 4 شهور. بكره سموها حنه، سموها كتمه، سموها، المهم النظام ده ما دق الواطه دي، ما في وقوف. 4 شهور دي ما بتروح ساي، والناس اللي ماتوا ديل ما يروحوا ساي، والجرحى اللي قاعدين الان في المستشفيات ما يفوقوا من غيبوبه يلقونا قاعد نتلفت. الزول الاسي قاعد، عمر الطيب اللي قاعد الان في المستشفى ده ما يقوم من الغيبوبه يلقانا قاعد نتلفت، ما يلقانا بنتلفت، يلقانا واقفين محل كان واقف، يلقانا واقفين مع كان واقف او قدام، لكن ما نتلفت، ما نرجع ورا. اي انصرافيه الان مدور في الفيس تقيف دي توقفها. انتوا عارفين ممكن تقيف كيف؟ ممكن تقيف بانك ما تشتغل بها، انت ما تشتغل بها، ما في زول ثاني يشتغل بها. اي انصرافيه نحن ذات لما ننصرف ادونا في راسنا، ادونا في راسنا الكبير ده، قول لنا وقفوا. ده ما اللي اتعهدنا عليه، وده ما اللي اتفقنا عليه، وده ما الخطاب اللي بودينا قدام. اي زول انصرف ثبتوه، احنا انصرفنا ثبتونا، زول ثاني انصرف ثبتوه. قال بفيض الحراك شنو؟ قال بودي الثوره قدام شنو؟ بس نقطه. ما قدرنا نضيع 100 يوم، نضيعها في لحظه. ولسه قدام راجينا كثير، راجينا كثير، راجينا. بالمناسبه حتى لو سقط النظام ده رياكم مرحله اصعب من هدم النظام، اللي هي بناء نظام جديد في دوله محترمه. لما نجي نقعد نقول دوله مؤسسات مفصوله السلطات محميه الدستور، الكلام الطيب الجاي ده ما بيجي ساي. وديك مرحله صعبه شديده يا اخوانا، من هسه بنستعد لها. ديك مرحله ما بتاعت مجتمع انصرافي. في دول عشان تقوم يا اخوانا، يعني اليابان مثال في النهضه بتاعت المجتمع. اليابان تركيز لدرجه انه الليله جيب له تفاح امريكي، ما حاربوا امريكا بالخطابات، جيب له تفاح ياباني ب 10 دولار، جيب له تفاح امريكي ب 3 دولار. بيعرف لك انه ده منتج قومي يشتريه هو عشان يرفع به اقتصاده بتاع بلده. ناس ربطوا بطونهم حقيقه واشتغلوا عشان ينهوا بدولتهم. مجتمع مثقف جدا، واعي جدا، عارف جدا اللي بيفيد بلده شنو واللي بيضر بلده، ما حكومته، بلده. مجتمعات قادره تميز تمام بين النظام السياسي والبلد قادره تميز تماما ما بين الدوله والبلد. الليله في ناس كتار جدا انحطاط درجه الوعي عندهم خلاهم ما قادرين يميزوا ما بين الحكومه والبلد. يقول لك ده المخربين ليه؟ لانه ما دار الحكومه. في ناس البلد دي يا اخواننا لليله فاكرين البلد دي حقت البشير، والله بيتعاملوا كده. البلد دي بالنسبه لهم حقت البشير، الحكومه دي البلد دي حقتهم هم. ما قادرين يميزوا ما بين وطنهم ده حقهم هم، والحكومه دي خادم بالنسبه لهم، البشير ده خادم بالنسبه لهم. ما سيدهم، ما سيد زول. الحكومه دي ما سيد زول، ما سيدتك. الحكومه دي خادم ليك انت، تخدمك، تجي تحاسبها انت الرقيب عليها. هي من الرقيب على الشعب، تحدد له طوارئ وغيره يطلع وما يطلع وما عارف حظر التجول. هي من الرقيب على الشعب هو الرقيب على الحكومه. لازم يفهم انه صاحب الكلمه الاعلى، انه انا ما دار النظام ده، ما دار الواقع ده، ما دار الظلم ده، ما دار اي حاجه، ما داريش. دارين حقوقنا، حريه، سلام وعداله، وبكره خيار الشعب. انا ما زي ما قلنا مفترض ما نكتر كثير. ذكروا الناس المعارف، انشروا نقاط التجمع لكل الناس. القرى البعيده شديد اصلوها بالتلفونات باي شيء، خلوها تتحرك. لو في مواكب جانبيه خلاها تكون في الاحياء، خلاها تكون في المدن الخارج الخرطوم. اي زول داخل الخرطوم بكره دي اهم نقطه، اهم نقطه انه بكره 3 نقاط للتجمع ما اكثر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كتروا الشير ما عشان نوصل الناس، عشان الرسالة توصل الناس. 3 نقاط للتجمع. ما في حتة أجيب فيها، حتة ضيقة شديدة اللي قاعد فيها. فما البرجوكي براه، البرجوكي وحدثني وعلى كيفي. الناس الدارين كلام بكرة الكلام انتهى. الناس القدام شديد استعادة للذكريات ورفعا للمعنويات بنقول اللايف انتهى لحد هنا. تاني عندنا كلام بارد مع ناس
آه متعودين يقعدوا مع بعض البرجوكي. اللايف انتهى يا شباب. عندنا ونس ساي مع ناس طولنا منهم شديد من الجو بتاع صرفتنا منها حاجات كثيرة. آه. يا نيل ما تصبر يا اخي، جايين لي البرجوكي وجايين لي اي حاجة كله حنقوله الليلة. الناس ناس السودان الكلام انتهى. 3 نقاط للتجمع بكرة. ربنا ينصركم، ربنا يحفظكم، دعواتكم لعمر الطيب ربنا ياخذ بيده، ربنا يشفيه. وان شاء الله من بكرة ما دايرين جريح ولا دايرين نفقد زول. نسأل الله سبحانه وتعالى يحفظ كل أولاد البلد، كل بنات البلد، ربنا ينصركم، ربنا يحفظكم. خلوا بالكم من بعض، خلوا بالكم من بعض دي في الاعتقالات. لو 50 شايفين لهم تاتشر بيقبض في زول ما يتفرجوا. بكرة دي وروهم درس في المقاومة، وروهم درس بكرة في المقاومة السلمية. خلوا بالكم من بعض يا اخوانا، اللي بتعرفوا واللي ما بتعرفوا. خلونا نرجع حاجاتنا. الزمان ما تتفرجوا بدقوا في بيت بيعتقلوا في زول، ما تتفرجوا يا اخوانا. نحن كتار، نحن كتار وقادرين نغلب النظام ده. خلوا بالكم من بعض. في 10 في تاتشر فيه 3. ال10 ديل انا متاكد بيقدر يفك كل واحد من ال3. التأثيرات دي ما قاعد يكون فيها ناس كتار. قاعد نشوف يا اخواننا 5 6 انفار بيعتقلوا، في 10 بصوروا في اللحظة دي. ال10 دي لو خدتوا الموبايلات دي وهجموا على التاتشر بيقلبوها عديل خليه يفكوا الزول. خلوا بالكم من بعض. ما دارين اعتقالات، ما دارين اعتداءات. اي زول الان بيكتب فيه انه داير توضيح داير توضيح، انا ما عندي توضيح. الكلام اي كلام كعب يتقال فيني لحد ما اسقط النظام الكلام ده صح. وتوضيحي شنو يعني؟ انبياء قالوا فيهم الناس في ناس لسه بيكتبوا في التوضيحات دايرين توضيح دايرين توضيح. آه معلش اشوف مثال عشان اوريكم مثال. احنا كلام اللايف انتهى خلاص. الناس الميجا بايتات ضعيفه لانه السودان الشبكه كعبه ما في ايديل يطلعوا. ما عندنا كلام تاني متعلق ببكره مباشره. كمثال هيثم منصور الشيخ، عارف الحامل منه؟ حامل بلوك، ما زعل. بس كمثال هيثم منصور الشيخ، انا بتكلم من قلب بقول ما عندي توضيح، وانه دي انصرافيه، وانه النظام دايرنا نعمل كده، دايرنا نقعد نوضح ونهاجم بعض. السؤال ليه في التوقيت ده بالذات بكره 6 ابريل انت دايرنا اوضح الليله وانا بتهاجم الليله؟ سالت نفسك ليه اختار اليوم ده للهجوم؟ منو اللي بيفيد الحراك الان؟ منو الاسي قاعد يدعم في الحراك ومنو اللي قاعد يهاجم في الناس التانيين؟ ده سؤال اساله انت لنفسك. انا ما عندي توضيح، ولا حيفيدك ولا حيفيد الجرحى ولا حيفيد الشهداء. نقعد نكذب في بعض. اي زول ممكن يقول كلام. هسه انا ممكن اربع الدنيا اقول لك فلان ده كده وكده وكده وعمل وعمل وعمل، ما عندي ادله. انا امشي خليه يجيبوا الادله حقتهم. توضيح شنو؟ ده كلام فارغ ساي يا زول. وده كلام اختار له توقيت سيء جدا. حتى لو كان صح الكلام ده، لو كان صح يا هيثم، لو كان صح ده ما وقته نقعد انا وانت وانا وانت وسويت لي وقال لي وعملت لي. ده كلام فارغ ساي يا زول. ولا بنجرف له. عفوا ما حاعمل بلوك خليته، لكن اذا انت صادق في انك داير توضيح افهم انه ده توضيح للموضوع ده باستمرار. ما عندي كلام تاني اقوله. لا فلان، حتى الاسماء اللي انت كاتبها انا ما داير اذكرها، لانه ما بتفيد زول بحاجه، ولا بتشفي جريح، ولا بتفيك اسير من النظام، ولا بتدعم يوم بكره، ولا بتفيد الحراك بحاجه. الصراعات الشخصيه دي ناس كتار دايرينها، وانا قلت وحددت زمان قبل 3 شهور، قلت في نهايه الحراك ده حيحصل شغل بتاع حريق تقيل. الكلام ده قلته زمان بس حصل. وقلنا النظام يربي باسلحته كلها في الجوطه دي. مع الجوطه دي النظام بيخش في النص. اسئله جوطه غير وضح اعمل. النظام خاشي في الحته دي. وفي ناس تانيين بدون ما يحسوا. انا ما بشكك في زول، لكن في ناس يراجعوا نفسهم. انت كده بتبقى زيك وزي كتاب الجداد الالكتروني، ما تبقى جداد. ادعم اخوانك ديل. هواري اي زول عنده منصه بيقعدوا فيها 5 انفار بيسمعوا، 3 انفار بيسمعوا، 10 انفار بيسمعوا، 1000 نفر بيسمعوا، مسؤوليه في رقبته. اي زول عنده ناس بيسمعوه ايا كانوا كم ولا هم شنو ولا نوعهم منو، طالما هم سودانيين وممكن يفيدوا الحراك ده، خطابك اللي بتقدمه لهم مسؤوليه في رقبتك. كلامي ده لاي زول فنان ناشط، زول بيطلع لايفات، اي زول، اي زول في المرحله دي. انت دورك ده بيسالك منه ضميرك، بيسالك منه التاريخ، تسالك منه بلدك دي قدام امانه في رقبتك يا خانا. اي زول، كلامي ده لاي زول، حتى الناس اللي بها اي زول. اي زول عنده منصه حقت غنى، حقت شعر، حقت سياسه، حقت عمل طوعي، حقت اي حاجه ممكن توصل بها اعلان للناس، ممكن توصل بها صوت للناس، ممكن تدعم بها، ممكن توعي بها، امانه في رقبتك. ما محل بتاع تفاخر الان.
انه انا وانت ده ما محل تفاخر. الان ده محل بتاع امتحان ومحك حقيقي، كلنا مسؤولين من انه ندعم الحراك ده بقدر ما نستطيع لحد ما نجي نحقق لنا بلد تنفع ذاته، نتشاكل فيها بشكل محترم ونختلف فيها بشكل محترم ونتفق فيها بشكل محترم. احلامنا كلها ما بتتحقق الا يسقط هذا النظام، طموحاتنا كلها ما بتتحقق الا يسقط هذا النظام، حساباتنا ذاتها ما بتصفى الا يسقط النظام. دي العقبه الكبيره اللي قاعده قدامنا الان، خلوها تمشي بعد ذاك. اللي عنده حاجه في نفسه يقولها. شايفينك يا البرجوكي متوشحه بالقمرات، مشلوله بنص دستوري، كاتباه الدبابات. الناس الجدرة جنك، الناس الجدرة جنك، الناس الجنهم ثورة، الصدر بنور الهامش، الصبر سنين ودنين، الناس المحرومين، الشالوا الشمع سنين، السكن بيوت الطين، الهتف بنبض الشارع، حرية سلام عدالة، حرية سلام عدالة، والثورة خيار الشعب، الثورة خيار الشعب، بكرة خيار الشعب. ده الشعب الطيب صابر مطبوح الروح والقلب، ودرام بيفتش ذاته في أجندة حكم شمولي، ما بدي الفقراء مصانع لا مدرسة لا من قوت، ما بيعرف إلا الدوشكا وربط البوت. والشعب الطيب يما مسكون بشوق الناس، يا فقراء دواس لدواس ما خير نتواثق أيوة، نخلي الموت في السرحة ما خير نتواثق أيوة، ونخلي الموت في السرحة ويطير الدم في نحاس، ونحاس الجيل الجاي في التنمية والقرطاس، ونحاس الجيل القادم في يقظة شعب الهامش. البسأل ربه كثير هل ممكن يحكم فقراء؟ عفوا يا خليفة المهدي الجبت رحيق الشمس. شكرا محمود ود أحمد. الليلة نحاسك برا في الدولة وحكم الشعب، سوداني هويتك هامش، يا وطني هويتك هامش، والهامش نبض النبض. الناس اللي بيزرعوا نحن، الناس اللي بيصنعوا نحن، الناس اللي ركبوا الخيل بسيف العشر الجان في كرر وفي شيكان. الصدق الذاتي نحن، الطرح القادم نحن، السلطة الجاية نحن. لا مدرسة لا تيار لا نشر ولا أسمار، لا مويه تبل الريق، لا عود ينشق بالفاس، إلا زول ينشق الطق، إلا زول ينشق الطق. يا شعبي عدالة عدالة، يا بلدي عدالة عدالة، عدالة لكل الناس، عدالة لكل الناس. ميزان عديل حساس في كف هموم الشعب، في كف هموم الشعب، في كف هموم الشعب، في كف دموع الناس، في أحلى أخوة وإلفة نتعايش بإحساس. حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. أبنوسا ثوري ثوري يا بلدنا، ثوري ثوري، دي حكومة بتضرب بوري للشعب الما هو ضروري في الوطن الماكل نيم. يا وطن الدنيا دبنجا، يا بلد الدنيا دبنجا، حكومة حنة وفونجا، ده الشعب الماخد خنجا شما يشبع برسيم. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. الشعب الهامت سقالة، الشعب الهامت سقالة، الشعب الرزق سقايا في نص السوق العربي، في نص السوق العربي. أدروب يفتش بالا علشان ما يبيع سكين، سكين أدروب اتباعد، سكين أدروب اتباعد في سهم السوق الحر. لا بيمشي جريدة ثورة بأعلى جياد والدقنة، ما بتعرف طعم الضر. حرية سلام وعدالة، والثورة خيار الشعب. في تعليق صغير كده على نقطة مهمة شديد قال زول، قال أدعم الناس تلتزم بالجدول. يا اخوانا نحن ما في عداء، ما في حساسية، بالعكس نحن قاعد نشوف الفراغات نرجعها. بس حكاية برا الجدول دي ما كانت شكل صف. في ناس كتار فهموها غلط، الناس الحريصين على الحراك عارفين النظم تسقط كيف، فاهمين كنا بنقول في شنو. ما حصل يوم كان في جدول ما دعمناه، لكن لما يكون ما في جدول قاعد نكون حريصين نكون في شغل خارج الجدول، وبنقعد له وبنساهر له لحد الصباح وبنرتب له وبيطلع. في ناس غيرنا كتار شديد لهم التحية اشتغلوا وأثبتوا وجود في الأرض. الحاجة دي كان الغرض منها بس إنه ما تكون في غابات، كل الغرض. لكن أتحدى زول يقول ما دعمنا الحراك في أي يوم من الأيام داخل الجدول. خارج الجدول كان قاعد يكون شغل خاص بالنظام، ما خاص بالتحدي ولا الشو ولا غيره. كان الغرض منه إنه النظام ده ما ينوم بس، استعداد العساكر ده ما يقل، يقعدوا 24 ساعة عشان يجوك الخميس الجاي تعبانين، ما يجوك مرتاحين. كنا بنقول كده لما يكون يوم الأربع فاضي يكون في شغل خارج الجدول، عشان يوم الخميس يجوك مرهقين. لكن ما كنا بنقول ما ممكن نخليهم يرتاحوا يومين وثلاثة وأربعة ونقول لهم تعالوا الخميس، لا. فده الشغل اللي كان برا الجدول. اصلا ما كان الغرض منه انه نشاطر. خميس قاعد ندعم، سبت قاعد ندعم، احد بندعم، يوم فاضي من تحت بنقومه. الحاجه دي الزول المنتبه بيكون عارف انه كان الغرض منها انه النظام ده ما يرتاح نهائي، وده اللي حصل. والان مرهقين تماما،
وصلوا مراحلهم النهائيه. الان في اعتقالات الليله تمت لكميه من ضباط القوات المسلحه. ما دار استفز، ما دار استفز، لكن ناسكم الان بيعتقلوا فيهم زي ما بيعتقلوا في النشطاء. اي زول خايفين منه بيعتقلوا فيه الان. ده برا مفترض يكون كفيل بانه يوري الناس مؤشر الرعب داخل النظام حصل وين يا اخوانا. مؤشر الرعب حصل وين. وعشان نقول لكم انه في توقع لحراك من داخل القوات المسلحه. وهسه اعتقالات الضباط اللي تمت بميليشيات جزء منها من برا السودان دي مفترض تفهموا انه اخوك كان حلقوا له بالراسك. كان ما دار انت ساندوا الشعب السوداني، ساندوا اخوانكم الاسا بيعتقلوا فيهم من داخل البيوت ومن داخل السكنات. عدد من الضباط تم اعتقالهم اليوم. الكلام ده محتاج لموقف من القوات المسلحه. الحكومه دي عشان تقعد والله ممكن تجيب شفع النظام ويجيبوا لكم اولادهم الصغار يركبوا التاشيرات دي يقبضوكم من جوا القياده العامه. ده يوم حقكم ما حقنا براني. من بكره ده حقكم انتوا ذاتكم. حق القوات المسلحه ذاتها مفترض يكون عندها موقف، لانه الان لسه النظام قاعد يمارس اذلال وقاعد يمارس استهانه بالقوات المسلحه السودانيه، ولسه قاعد ينكس في راياتها، ولسه قاعد ينتهك في شرف الكاكي. لا للان بيعتقلوا فيكم بافراد من الجماعه ديل. فبكره يومكم انتوا برضو، ما يوم الشباب ديل برام. بكره يوم اي زول النظام ده ظلموا حقر بيو باعوا اشتراوا قلع حقه. بكره يومه. في كلام ثاني كنت داير اقوله. امس قلنا نتكلم فيه لكن ما مشكله نخليه قدام. شرح بتاع كلام ساي. الناس قاعد يسالوا دي معناها شنو، دي معناها شنو، دي معناها شنو. ومعلش انا كلامي دائما ما يعني ما الكلام المنمق ذاك، يعني ما زول كلام شديد، مع انه المحامين معروفين ناس كلامين. قاعد نقول لهم الظروف دي خطابه مختلف شديد. ناس كتار عرفونا في الظروف حقت الثوره دي. فخطاب الثوره مختلف من الخطاب المرتب الجميل ذاك. عنده ناسه، نحن الان ما ناسه ولا داير نقدمه. لكن امس بس قلت نشرح البرجوكي دي بالراحه. فيها كم كلمه الناس كانوا بيسالوا منها، وهبشت حته صغيره كده حسيت بانه ممكن برضه تخلق كم لغط. الناس عارفه عن دارفور مشاكل كثيره، لكن في مشاكل جواها والله العظيم. جوة دارفور دي كلها اللي حصلت في السنين اللي فاتت دي كلها 90% منها 90%، ولا دارفور يمكن يكونوا بيشاهدوا في الكلام ده. 90% منها والنظام استفاد منها تماما. بس كلمه ونخلي الموت في السرحه دي، بس نخلي الموت في السرحه دي. 90% من مشاكل دارفور على مر التاريخ والنظم السياسيه كان قاعد تعزف على الاوتار دي. بس صراعات الزراع والرعاة في مناطقهم، دي منطقتنا ودي منطقتكم، خلقت فتن بدل النظم السياسيه توعي الناس في المناطق دي وترفع درجه الوعي وتوحدهم. قسمتهم في حاجات كثيره لورا. من 64 مؤتمر المهمشين بتاع ناس دريج، 65 عفوا، من مؤتمر المهمشين لحد الليله، لحد الليله ما في. حاولوا بعض المثقفين، لكن دارفور محتاجه لخطاب بتاع توعيه تقيل تمناسه، تقيل شديد. بس في الكلمه بتاعت نخلي الموت في السرحه دي منها اي زول بيجي بيعزف ده بسلح ده بوقف ده معاه ضد كلام كتير جدا. حلوا لا في منظمات دوليه ولا في معسكرات نازحين ولا في حلوا في توعيه انسان دارفور، حلوا في توعيه انسان الانقسنه. في ناس في البلد دي قراب قاعدين جنبكم والله ولا عارفين البلد دي فيها حكومه ولا ما فيها حكومه ولا ما عارفين ذاته، بيقلعوا في حقهم. في نقطه قبيل مع الزعل، الحمد لله انه ما هبشتها، مع انه هي نقطه زعل كده. خلنا خلوا اي حاجه، خلوا الثوره دي ما قامت لحد هسه، ما قامت. السياسات اللي انتهجها النظام بس في الاسبوعين الفاتن عشان يحل الانهيار الاقتصادي بتاعه، مفترض تخلي الشعب السوداني كله قاعد في الشارع. بس سياسات الانتهاج والله دي لا في قانون بيدعمها، لا في دستور بيدعمها، لا في اخلاق بتدعمها، لا في زول قبل كده عملها، لا مسلم لا كافر لا وثني. تصل مرحله انك تقلع قروش بتاعت زول، قلع قروش وحقته هو تقلعها تاخدها في خزينه الدوله تصرفها لناس تانيين وتسجنه بقانون الطوارئ. تفترض انه جريمه كونه اكون شايل قروشي. يا اخوانا ما في زله اكتر من دي، ما في، دي ما حصلت. ما تستبسطوا الامور يا اخوانا. امس قلت الناس المجدعين في البنوك في الصفوف بتاعت الصرافات الآلية بالالاف ديل ما عارفين، ديل ناس خريجين وطلبه وغيره ما واعيين بحقهم. الموقف بيجي مر فيهم بيكونوا مبطحين في الصف. ديل ما حاسين بالذله، ديل ما حاسين بالذله، ما حاسين بانه يعني شنو يا اخي. دي بكل القوانين دي جريمه، بكل القوانين. يا اخي اديتك قرشي البنك ده ما خيانه امانه يا اخوانا. الليله انا لو كتبت شيك لزول
وتاريخ السداد جاء وعجزت عن السداد، وديت الشيك البنك ختمه، بيحصل شنو؟ ده بلاغ جنائي بوديني السجن حتى لو سددت القروش ذاته. كونه تاريخ الشيك ده جاء وانا ما سددته والشيك دخل واتختم، انا ممكن اتحاكم بالكلام ده حتى لو دفعت القروش. في حاجه اسمها الحق العام بعد ده، دي جريمه جنائيه. بنكي ذاته، البنك فيه رقبته، انا اديك قروشي؟ قروشي انا ما، ده ما دين، دي ما سلفيه، دي قروشي وديعه امانه، خيانه الامانه، في قانون اسمه خيانه الامانه. دي قروشي، انت وديتها وين قروشي دي؟ سنه اعلن افلاسك، قفل البنك، بيع اصول البنك، صرف الناس ديل، ما دارين بنك ثاني. بنك الخرطوم ما قاعد تدي الناس حقهم، بيع اصول البنك دي، ادي الناس حقهم. شنو تقعد الناس في الصف؟ انت لما قعدوك في الصف اليوم الاول الدولار كان ب 28، الليله الدولار ب 80. يعني اذا انت كنت خدت 80,000 كانت 4,000 دولار في الوقت ذاك او 3,000 دولار في الوقت ذاك. الليله قروشك لو ادوك لها 80,000 ذاتها بالجنيه السوداني حتجيب لك 1000 دولار. يعني اكلوا قروشك مرتين. قروشك دي ذات البنك لو كان خدتها ذهب، بنك المركزي خدتها ذهب، قيمه الذهب كانت كم؟ وسي كم؟ لما يبيع يرجع لك حقك. اكلك مرتين، اداك تلت قروشك فعليا. فعليا ادوك تلت قروشك، ما ادوك قروشك كلها، ادوك تلتها. قروشك دي قبل 3 شهور لو كان بتشتري لك عربيه، هسه بتجيب لك لساتك بتاعت عربيه. دي قروشك زاد اللي انت حارسها في الصف، وضيعوا لك زمنك. ضربت لك زمنك، ضيعوا لك امبارح بالدولار، ضيعوا لك كم ساعه في الاسبوع؟ دي ساعات عمل رسميه في دوله تاني، دي ساعات العمل الرسميه، ضيعوا لك. انت قاعد عاطل في الصف عشان تشيل حقك. انت بحولوك لزول عاطل عشان تشتري لك رغيف ب 10 جنيه، ب 10 جنيه اللي هي 12 سنت كوارتر ولا بسموها شنو، عشان 12 ولا 20 سنت. انت بتجيب في الصف 4 ساعات. 4 ساعات دي لو في دولة محترمة كانوا بيقولوا والله يا اخي الكادر البشري بتاعنا ده مهدر، بنوقف 4 ساعات في صف الرغيف عشان يشتري رغيف ب $4. ال4 ساعات دي في زول غيرك في بلد تاني بدخل فيها $100. انت بتجيب عاطل، بحولوك لعاطل. ده كيف ما يحصل انهيار اقتصادي في البلد؟ كيف البلد ما تنهار؟ اذا المواطن واقف ما بين الصف والصف والصف بقى عاطل، والشغال موظف ذاته عاطل، قاعدين يتمرمطوا في المكاتب ساعة وساعتين وثلاثة وساعتين فطور، ما في التزام بالزمن، ما في اي حاجة. تمشي المكتب الموظف بيجي الساعة 9 ولا 10، يقعد 5 دقائق يقول لك الفطور، يقعد ساعتين في الفطور، يجي رايم الفطور الظهر أذن، يمشي يصلي يتبطح، والما بيصلي يمشي يقول لك الصلاة، يمشي يتونس في المكتب جوا، دقر له سفه يتونس يشرب جبنه يجيك راجع، اليوم انتهى. انت واقف في الصف. دي بلدك بتذلك، بلدك بتحولك لعاطل، بلدك ما بلدك وطنك، حكومتك عفوا عفوا. لكن اتعودنا كلها على الخطاب الغلط ده. ما بلدك، دي ما بلدك، ده ما ذنبك، دي حكومة بلدك، دي الحكومة الحاكمة بلدك. تحولك عاطل، تدقك، تقتلك، تقلع حقك، تشيل قروشك، تصادر جازك. الموسم الزراعي منهار، ما في زراعة السنة دي، ما في يجي، ولسه دايرين نقعدوا، ولسه الرمة ده عايز يرقص. ما في السنة دي موسم زراعي، ما في، ولسه داير يرقص، ولسه في زول حارس منهم حبات خير، ما في. والله يا شباب 6 ابريل و7 ابريل وابريل ده ينتهي ورمضان ده يجي والحكومة دي ما تسقط، تشوفوا البلد دي، ما بقول لك يعملوا، ما بيقدروا يعملوا اي شيء تاني، الناس انتهوا، لكن حتشوفوا الدمار اللي بيحصل في البلد دي. اي يوم تقعد الحكومة دي دمار في السودان، اي يوم تقعد الحكومة دي دمار. السنة دي زراعة ما في، كلام ده لسه في ناس ما حاسين بخوف، لسه ما رجفوا منه، لسه ما موجوعين. لكن لما تجيكوا المجاعة دي من الأطراف والخرطوم تكتظ لسه بالناس، والما كان حاسس بالثورة دي حس بها في الوقت داك، لأنه لو حصلت مجاعة لا قدر الله بيحصل انفلات أمني، بيحصل كلام كثير في السودان. في ناس كتار بيقولوا يا ريت لو كنا طلعنا سقطنا الحكومة دي، ما استنينا اليوم داك، ما استنينا ثورة الجوع. الحكومة دي ساقطة السنة دي، الحكومة دي ما بتتم تاني، ما في. شفتوا لو رجعتوا بيوتكم، لو الناس دي رجعت بيوت، الحكومة دي بتقعد بفعل الانهيار ده بس بتقعد. لكن اي يوم بيقعد خطر على مستقبل السودان، واي يوم بيقعد انهيار زياده في السودان، واي يوم بيقعد فشل حندفع ثمنه زمن عشان نجي نصلحه لقدام. فافضل الخيارات انها تسقط بكره دي، وما سقطت تسقط بعد بكره، وما سقطت تسقط بعده لما تسقط.
كل ما سقطت قريب كل ما كان خير للسودان، وهم عارفين الكلام ده كويس، ما فارق معهم. اخوانا موسم الثلاثة مواسم الزراعية اللي فشلت في السودان تبعتها مجاعات، بسبب سيول، بسبب ما عارف، بسبب جفاف، بسبب المواسم الفشلت مجاعات. السنة دي قبل ما نعرف في مطر ولا ما في مطر، ما في وقود، الناس حتعتمد على الشغل الظهاري. دي الحتات اللي حتنجح السنة دي. أي زراعة بتاعت مشاريع في القضارف، في الشمالية، في الجزيرة، معتمدة على الوقود وعلى التراكتورات. الآن ما في وقود، والقدر يوفر وقود من أسك احتياطي. قبل يومين صادروا وقود ب 500 مليون في بربر، وحاكموا الزول ب 50 مليون غرامة لكل مشترك في جريمة توفير وقود لصالح الموسم الزراعي القادم في الشمالية. للدرجة دي الناس دي الآن عندهم عجز. أمس قلنا والليلة بقول وبذكر، الغرامات الثقيلة على الناس، مادة 77 فيها غرامة 80 مليون، والقاضي ما خجلان. قروش حرام، وبالمناسبة الحرام ده ما بيقعد، بيدمرهم هم زيادة، بيدمرهم في أولادهم، في أهلهم. خليك من حكومتهم، حكومتهم دي الآن بتتدمر. لكن الحرام، المال الحرام الأسد دخلوا فيه في الدولة ده بالقرع. يا أخي زول بيجيبوا ساي من الشارع، من الشارع بيجيبوا، بيدخلوا بيحكموا 80 مليون جنيه غرامه. الناس تدوك شير دارين يفكوا. اسال نفسك ال 80 مليون دي هتقدم لك حاجه؟ القاضي اللي ما عنده ضمير اللي بيقول لي يا اخي بس اجر الناس دي الغرامات عشان يوفر لهم كل يوم مليار واثنين وثلاثه، يوفر لهم مليون دولار كل يوم من الغرامات في المدن المختلفه. من الناس قاعد تدفع من دمها عشان تفك المعتقلين المحكومين بالغرامات دي، عشان يسدوا بها قروش يدوها العساكر يجوا يدقوا يا اخي ده شنو ده؟ شيلوا منك قروشك يشيلوها عشان يدوها للعسكري عشان يواصل شغل، عشان يجي يدقك. في ارهاب اقتصادي اكتر من ده في البلد دي؟ قروشك انت ده الما مجرم، القلت حريه سلام عداله، بس يحكموك باضعف ماده في القانون، ازعاج او اخلال بالسلامه العامه، يشيلوك يحكموك 80 مليون بدون خجل. يعني يا تدر يا نكسر قرنك، تشيل القروش تديها 10 15 عسكري عشان بكره يجي يدقوا لك تاني الناس. هيك الله في همبة اكتر من دي؟ ده نظام سياسي، دي حكومه تحكمنا وما خايفين من الله. خافوا من الشعب بعد، خافوا من الشعب. ده الحاصل هسه يا شباب. حكومتكم دي ماشيه مش شغاله، بقت مش رزق اليوم باليوم، شغاله قلع نهب همبده عشان تحل مشاكلها هي. واي يوم تقعد اضرار قادم بالسودان. في نقطه ثانيه، لكن قبيله شايف كم نفر على كيفي أرقع جبتي أو لا أرقعها، أطرزها من اللالوب ألبسها، على المقلوب أخلعها، على كيفي. أنا لم أنتخب أحدا وما بايعت بعد محمد رجلا ولا صفقت للزيف. لماذا أعلنوا صوري؟ لماذا صادروا سيفي؟ أنا ما قلت شيئا بعد حتى الآن أسلك أضعف الإيمان. ما أعلنت، ما أسررت، ما جاوزت في الأوبات ذروة سرعة الطيف. أهرول بين تحقيقين، أصمت عن خراب الدار، عن غل مراجله تفك مراجل الخوف. سئمت هجاجة الترميزي. لمن يا طبلو ناس التوضيحات، لمن يا طبلو الناس الدارين ردود، لمن يا طبلو الناس الدارين الجوطة والكوراك، لمن يا طبلو ناس الشمارات، لمن يا طبلو ناس الدرعات والفرقعات، لمن يا طبلو والخرطوم غائبة، وفيما الطبل والخرطوم غائبة، وأم درمان والنيلان يصطرعان، والأطفال في الخيران. لمن يا طبل والخرطوم، لمن يا طبل والأطفال في الخيران، وأم درمان والنيلان يصطرعان، والحرب الدمار الجوع. كيف الحال؟ لا تسأل عن الكيف يا حبيبي، أنت يا وطن النجوم الزهر سلهم كيف. سل عني عن لماذا لم يخلوني على كيفي. سل عني عن لماذا لم يخلوني على كيفي. أنا والله ضد نخاسة الأحرار باسم الدين، ضد الضد والضدين، ضد جهاز الأمن بالخوف وضد الخوف بالأمن. أنا في هذه الدنيا على كيفي إلى أن تكمل الأشراط دورتها
لتأتينا بمهدي حقيقي لينقذنا من الدجال والتمثال والإشراك والحيف. سأبقى ما حييت أنا على كيفي إلى أن تطهر الدنيا، لأن طريقتي في الحب يا وطني على كيفي. جبال واحد من الناس دفعتنا في الفصل زمان في الابتدائي علق تعليق تحت في حكاية الناس اللي بيقعدوا بعد البرجوكي. فترة طويلة ما عملنا الحركة دي، ما تكلمنا بعد البرجوكي إطلاقا. الليلة يمكن أول يوم بعد زمن طويل شديد. وديل الناس الدار أوضح لهم حاجة واحدة بس: أي زول يا أخواننا بيتكلم 90 يوم 100 يوم ساعة ساعتين كل يوم بيغلط بدون نوم بدون الظروف اللي كلكم عارفينها. لازم تغلط في خطابك مرة مرتين. لاحظ انه انت بتتكلم لايف، يعني بس مباشر. لاحظ انه ما عندك تيم بتاع عمل. لاحظ انه يعني اشبه بالبرنامج كان. انا بس ده حصاد الموسم بتاع ال100 يوم. داير اوضحه للناس اللي قعدوا معانا الفتره اللي فاتت دي، كل يوم بيقعدوا في كل الظروف بيقعدوا. بس يتذكروا دي، في انه الزول مرات بيقول كلمه غلط، مرات بتطلع منه جمله، مرات بينفعل. او انا زول واضح والله، فرحان بدعولك، زعلان بدعولك، ظاهر الحاجه دي. الناس ما ممكن 100 سنه نكون ما تعرفنا على بعض. 100 سنه او 100 يوم لسه في زول بيقول لك انا شاك فيك. ما عارف انت قالوا لنا 100 يوم ما قادر تتعرف على انه خطابنا ده معه ولا ضد الثوره، تاني ما تعرفه. اذا ما قادر تفهم انه 100 يوم الزول ده بيجي بخد تليفونه بس بيتكلم مباشر، ما في ورقه، ما في داتا، ما في كلام، كلام بس كده من القلب. يا خش قلبك يا ما خش قلبك، انت حر بعد ذاك. لكن انا قاعد اتكلم من قلبي وعقلي، ما قاعد اجي ارتب كلام ولا قاعد اجي اقول عندي خطاب اجي اقول، ولا ما خطاب مره في السنه، ما خطاب مره في الشهر. انت مطالب يوميا تتابع حراك بتاعم لحد ما الزول عارف انه بقى ممل للناس. لكن كمان ما بتقدر تسكت، لانه في حاجات محتاجه كلام، في حاجه محتاجه موقف، في حاجه محتاجه توضيح. كنا ملزمين نتكلم كل يوم. اذا كان الناس بيتكلم عن طموحات ما بعد اسقاط النظام، انا والله اكبر طموح بالنسبه لي بعد اسقاط النظام انه الزول يكون عنده زمن حقه بتاع راحته. هو ما جرسه. الساعه عندكم كم الساعه؟ الساعه كم الساعه؟ الساعه 3 ونص صباحا هنا، وبتجرها كده للصباح وبترجع الموكب. انت عارفين 3 يوم دي بتكون قافله كده، انت صاحي طبيعي تغلط فيها وتقول كلام وتنفعل وتزعل. الحاجه دي ما بحسها الا الزول العاشر. لما تكون 3 يوم قاعد ما في طريقه نوم بعد ده الساعه 3 ونص، خلاص بنقعد تاني ننتظر الموكب. في زول فيكم بينوم بيصحى، بتكون شغال من جروب لجروب من غير لغيره. ده ما تبرير الاخطاء، في النهايه الغلط غلط، يعني الزول بيغلط. لكن داير اوري الظروف اللي بتكون محيطه باللايف. انا حياتي ما لايف بس، حياتي ما اللايف بس، والحراك بتاعنا ما اللايف بس. بتطلع منه في مليون حاجه منتظرك، في مليون جروب منتظرك، في مليون نفر منتظرك، في تلفونات، في غيره، في ناس البيت، في حاجات كتيره جدا. انا حياتي ما اللايف. علاقتك انت بي اللايف بس، لكن انا حياتي ما اللايف بس. دي لو فهمتها حتعرف انه الزول مرات لما ينفعل او يقول كلام غلط او غيره بيجي بيراجع نفسه بيلقى انه والله كنت غلطان هاي. لكن بيحاول مش عشان القى نفسي مبرر، عشان اوريك انت بس الغلط ده جا كيف فيها ظروف. الناس اللي قاعد تضرب تلفونات، اول مره حقول الكلام ده بدون زعل يا اخوانا. اي مكالمه اكتر من دقيقتين 3 بتاخد زمن حاجات تاني من راحه الزول، من التزاماته، من كده. ناس كتار بعد اللايف بتجي كميه بتاعت مكالمات، لانه الرقم تقريبا بقى متاح لناس كتار. انا والله ما بكره الناس، بحب الناس جدا وزول اجتماعي شديد. لكن مرات ظرفك يعني مكالمه تجاوز الدقيقتين 3 من منو ما عارف، بس خلاص بتكون اخذت كده. دي حار على الزول يقولها، لكن انت ما برك، انت وناس كتار بيضربوا. فالحاجه دي الزول بيكون بيحاول يرد لناس كتار بقدر اتمنى الناس ما تزعل يا اخوانا. ده كلام بتاع اخوان. اللايف ده انتهى قبيل، قلت اللايف انتهى. الكلام الاخير ده كلام اخو لاخوان واخواته، بس ما فيه زعل. واتمنى انه يؤخذ بعيدا عن السياسه وبعيدا عن الجوطه الحاصله دي. اي كلام قلته بعد على كيفي، ده كلام اخوه بيتكلم مع اخوانه بعيدا عن الثوره. واتمنى انه الزول يقدر يقدم لقدام. الناس اللي بيتكلم عن قدام وخايفين منها دي، الطموح السياسي ما عيب، ده ما دفاع، لا ده توضيح بس. الطموح السياسي عمره ما كان جريمه. عندنا طموح سياسي في السودان، لكن الغرض منه شنو؟ الهدف منه شنو؟ الزول داير يعمل شنو؟ انت ما بتعرف الحاجه الا تقعد مع الزول او تدخل جوا ضميره عشان تعرف هو بعايل لبكره كيف، وداير شنو بكره في البلد دي. طموح حقه داير يعمل، ولا طموح حق بلد، ولا تجربه داير نقولها، ده شنو؟ ده كلام هسه ما وقته. لكن انا عندي طموح سياسي في السودان. الناس اللي شايفين دي جريمه، الاحزاب السياسيه كلها عندها طموح سياسي وعندها برامج وعندها اهداف
ليه بقى عيب فجأة لما زنون يقول عنده طموح سياسي؟ ليه بيشوفوا عيب؟ يقول لك زنون ده عنده أهداف جاية. أيوة عندي برنامج جاي، عنده طموح سياسي وعندي حاجات داير أقولها لقدام وما حاجيف بعد الحراك. مش في ناس كتار لما يدقوم بيقول لك أنا والله بعد الحراك ده بقيف. أنا كنت بقول في الكلام ده بصدق لما الدق ده حصل، لأنه أنا عنيد جدا، عنيد عديل صعب عديل، دي حاجات شخصية، عنيد. طالما الحراك ده في زول بيخوف الناس بعده، أنا ما خايف. أنا بعد الحراك ما داير أقيف، أنا بعد الحراك شغال في الثورة دي بعد تنتهي شغال. أنا مواطن سوداني عندي طموح سياسي من حقي. ليه بينزعوا حقوق الناس؟ ليه بهاجموك كده؟ ما ده حق يا اخوانا. أي زول فيكم عنده برنامج يرتب ويجهزه، ما يقول لك بعد الثورة أنا بقيف. خوفوا الناس، خوفوا الشباب، عملوا هجمة كده هزوا بها الشباب كلهم رجعوا ورا. أي زول بيقول لك أنا الله بعد الثورة دي ما داير حاجة بقيف، لا لا، أنا بعد الثورة دي داير أحرسها. هي الثورة دي حرس ناسي نمشي خلاها بعدين تروح ساي؟ لا لا، بعد الثورة عندنا برنامج، ما بجيب بعد الثورة، بجيب بحرسها بلد دي داخل أو خارج الحكومة ما إشكال، لكن لازم تجيب تحرسها ثورتك دي. ما تقول بعد الثورة ما عندي شغلة، يعني نكتل الناس وناس تخش سجون ونجي نقول نفك كاسات نمشي نبقى حاجات تاني، نقعد نحرسها، نقعد نواصل مسيرتنا مع أو ضد غير، دي تفاصيل ما وقتها. لكن بعد الثورة قاعدين مستمرين مواصلين. بعد الثورة عندنا نشاط سياسي في السودان مع أو ضد. بعد الثورة قاعدين عندنا أهداف، عندنا طموحات سياسية في السودان، بقولها بكل جرأة من هسي. الناس اللي بيقولوا ما وقته، لا لا لا، أنا ما تكلمت عن برنامج تفصيلي، تكلمت عن إنه من هسي بعد الحراك بس. وقلت ده كلام أصحاب، قلت اللايف انتهى قبيل، الناس ما تزعل، اللايف ده انتهى قبيل يا أخوانا. دي ونسة الناس اللي ما قاعدين يحضروا اللايفات من زمان ما بكونوا عارفين الذكريات دي. زمان كان بعد كله 4000 بيقعدوا 1000 بعد اللايف، بقول البرجوك انتهت بتونس ساي تاني، بكون مشتاق للناس، ما قاعد برا السودان حالتك بلبله. داير اتونس مع الناس، داير اسمع اراء الناس، بقرا في التعليقات من قبل، بحاول ارد على جزء منها. ده كان كلام قاعد نعمله زمان بعد البرجوكي. فالناس الجديدة عليهم الحاجة دي ما يتضايقوا، دي ونسة بتاعت اخوان بعد البرجوكي. طيب تاني ما اظن في حاجة، نختم خلاص بعد ده بالحرية. جلال على كيف دي قلنا للشاعر عبد القادر الكتيابي. ايوه معقول في زول ما بيعرف الكتيابي؟ الناس اللي بيتكلموا عن الملكيه الفكريه، اخواننا الكولينج ده زمان دعوتنا في الجامعات بنشوت كولينج ساي، بتجي خاشي نشاط شارع المهندة شايد كولينج من اول الشارع، ما بتقول القصيده دي عقد فلان. دي تعويده من التعويدات الخطر اللي اتعودناها، انه النشاط السياسي ما كان مرتب، ودي اي بلد ما فيها حريه بيكون ما فيها ترتيب يعني. فبتجي شارع المهندة من البوابه برا، تمشي اللبخه شمبات، تمشي شيره ميكانيكا في هندسه السودان، تمشي الدلج ما اعرف النشاط، تمشي شلتر اداريه في جامعه النيلين، تمشي سلسبيل في جامعه شندي، تمشي النجيله في كسره، تمشي البوابه الشجره بتاعت النيمه في جامعه بورسودان، كده الرصيرس الشلتر بتاع الهندسه، نشاط تربيه، كل النشاطات دي، النشاط الشرقي الغربي جامعه السنار، الشجره بتاعت الوسط، امونه، كل الحتات دي كنا بنيجي شايفين كولينج من بعيد جدا جدا، من بعيد شديد بتيجي شاهد كولينج. ما بتقول اسم القصيده ولا اسم الشاعر، بس مقطع بس حافظه ما حافظه، بتجي شايت لك كولينج كده بس من بعيد. عشان كده هسه في اللايفات اغلب الناس اللي كانوا مارسوا نشاط سياسي لما يقولوا قصيده في اللايفات ما قاعد يقولوا اسم الشاعر، ما بيكونوا قاصدين، لكن لا زول بيكون التعويضه بتاع السنين طويله، الا كيفي وفجاه انت بتقطع دار تشرب مويه بيجي زول شايت لك كولينج. الناس اللي حضروا اركان نقاش في الجامعات، انت بتكون بتتكلم بعد شويه بيجي زول شايت لك كولينج عشان تشرب مويه. الكولينج ده ما بيجي بيقول وقال الشاعر احمد مطر حدثني استاذي، لا لا لا، ما بيجي بيقول البرجوكي للشاعر، لا لا لا، بيجي خاشي طوالي انت دار تشرب مويه عز فيها كتبها منو خليل فرح، ما بيقول الكلام ده. دي تعويض السنوات طويله جدا خلتنا نشوت الكولينج بدون ما نقول اسم الشاعر ولا اسم القصيده. فعلى كيف دي حقت الشاعر عبد القادر الكتيابي معروفه، قلتها قبل كده كم مره يعني انه حقته، وهم الزول اللي بيعرفوه عبد القادر الكتيابي، وعنده كتابات جميله جدا جدا في الاطار ده، كلها في اطار الحياد الايجابي، كلها في اطار عدم الانتماء لاي مؤسسه. وهو كان تقريبا محايدين يا خرطوم، ما بتاكد، ما اقدر البس الزول اسم ساي، لكن كتاباته كلها
بتشبه كانت، طيب بتشبه فكرة الطلاب المحايدين في خرطوم سنة 90 واللي فازوا باتحاد خرطوم، بتشبههم شديد. مستقل عن فتاة الانتهاز، ما عارف شهادة الإيمان، كلامه كله كان بتاع زول وطني ما منتمي. وكان رسالة للناس اللي قاعدين في النص إنه الانتماء للوطن ما إلا يكون عبر حزب سياسي ولا مؤسسة ولا غيره. زول كان ضد الضد والضدين. ده كلام قوي شديد بالمناسبة للناس اللي بيقعدوا في الرصيف، إنه مكانك ما الرصيف. انت الوطن ده ما الا تبقى في حزب، ما في حزب وطني، انت زول وطني، وممكن تكون وطني وما في حزب. دي كانت رسالة الكتاب في كثير من القصائد بتاعته. آه انا لسه بكرر الناس اللي بتقول ردود، انا والله عافي للناس دي في الظروف دي، لانه اللي بيحصل ده قصاد دم وشهداء وجرحى بيجاي. ما قادر ارد، ما قادر ادافع، ما عدم قدره، لكن احترام لارواح الناس اللي ماتوا، احتراما لدماء الشهداء، احتراما للناس الان في المستشفيات، احتراما للمشهد السياسي في السودان، احتراما للثوار في الارض. بقول يا اخواننا، لسه بقول الناس اللي قاعد تقول في كلام ما مفيد للحراك ارجعوا منه ورا حبه، ولاحظوا انه انتوا قاعدين تفتوا في عضد بعض. نتماسك بخلافاتنا دي، ضربه واحده للنظام ده بقع. ما برد، ما برد. آه ما اظن في حاجه تانية يا اخواننا تتقال، مش كده؟ ما اظن في حاجه تتقال، كلام المهم كله يتقال. آه ناس قول انا تبت وقول انا تبت ديل، انا ما تبت من السياسه، وما تبت من الفعل السياسي. آه، طبعا في ناس بيستغلوا الظروف دي ويجيبوا كلام عارف غايته. الله يصلح حال البلد دي والله، الله يصلح حالها، بس الله يصلح حالنا نحن ذاتنا كشباب. آه، طيب قول، طيب اعمل، طيب سوي. انت ما كنت لسه بزول بيقول لك انت ما كنت. ما عارف حاولت اقول شنو يعني، عاقد انت وانت حنرجع للمربع ده تاني بتاع انت وانت. وانا قادر ارد، قادر ارد وقادر افتح نار في اتجاهات كثيره، لكن الكلمه الايام دي امانه. فعليكم الله يا شباب، لسه في ناس بتكتب في كلام انا ما خايف منه، لكن خايف على منظرنا ساي قدام الناس، خايف على منظر الثورة دي قدام الثوار اللي ما عندهم علاقة بالسياسة والمشاكل حقتنا دي وتاريخ زنون شنو فلان كان وعملوا سووا الجوطة دي. والله ما قاعد تلزمهم بأي حاجة ولا بتفيدهم بأي حاجة. آه آه طيب، اعتدال دي قالت كلام ظريف كده. قالت أنا داير أقرأ للنهاية عن إذنكم. اعتدال أحمد. آه قالت مهما بلغت قوة شخصيتك، هناك دائما شخص يمكن أن يجعلك ضعيفا أمامه، ليس ذل ولا خوف، إنما هي مكانة راقية في قلبك يستحقها. أنت قصداني في موضوع بالمناسبة اللي عندي برضو ما وقته، لكن أنا زول ضعيف أو كنت ضعيف الفترة اللي فاتت دي في مواقف عدت الحمد لله رب العالمين، لكن كلامك ده صح شديد بالمناسبة. آه في زول واحد قبل فترة طويلة يعني، كنت بتكلم مع زولا، قلت لا والله أنت ناس الحكومة لو عرفوك بيكسروني عديل بالكلمه دي كده بالنص ده كده. فصحيح مرات بيكون في ناس انت ضعيف قدامهم، ما لي ضعفك، لكن لي مكانتهم هم، لي مكانتهم هم. بتكون ضعيف جدا وبتكون ما خجلان يعني. زمان لما كنت بحب اجي بكتب، انا بحب ما بكتب اسمها، لكن لما اتجرس بتجرس عديل، ولما اجيب بجيب عديل. فالكلام ده رغم انه ما وقته لكن حقيقي يعني. بس انا عجبتني كده مهما بلغ مجرب الحاجه دي. وضعيف جدا قصاد اي زول بحترمه، ضعيف جدا قصاد حبيبتي، ضعيف جدا آه قدام اي زول بحترمه. ده كلام سليم شديد، عمره ما كان الضعف. عيب انك تكابر قدام زول بتريده، بتخسره، بس بتخسره. تاني ما في حاجه، في تعليقات كثيره كويسه، لكن طيب الاسكندر قال يا زنون ما فاهمينها غلط، المواكب دي كانت صحيح، التشكيك فيها ده مقصود من الجدال. تمام، يديك العافية. ده بيتكلم عن مواقف خارج الجدول. صحيح، الهدف منها واضح، قلت لكم الثوار كلهم فاهمين الغرض من المواقف، وده الشيء المهم. بعد ذاك اي زول فهمها غلط بطريقته، اي زول شكك فيها بطريقته، اي زول بيقول الدايرو. لا ايوه البوهيه يا اخواننا، لو زول واحد فهم الحاجه دي بكره اكياس بتاعت بوهية مخففة، اكياس خفيفة بتاعت بوهية مخففة، دي لو اتفجرت في قزاز التاتشر اللي قدامي تاني ما نافع، انتهى. كيس
بتاع بوهية، كيس بتاع بوهية مخفف في كيس خفيف عشان ينفجر، ما مولوتوفات. في التاتشر بقدام الكيس ده انفجر، بوهية داكنة سوداء، بوهية سوداء في التاتشر بقدام يتفجر فيه. التاتشر ده خلاص أسرتوه بعد يا اخوانا. والكلام ده كان ممكن يتنفس في الأحياء الفترة اللي فاتت وما فاتت حاجة. إذا استمر الحراق بعد يوم 6 دي متاريس الأحياء الجاية. بوهية مخففة في أكياس الكيلو تتدق في القزاز الأمامي للتاتشر. التاتشر ده خلاص اتدمر تاني، ما بيقدر يمشي جاي ولا جاي، ما بكون شايف. تظليل برا وجوا، تظليل دوكو قدام ورا، تظليل تاني ما نافع لك. التاتشر ده عشان يقعد ينظفه ترجمه طوب، انتهى الموضوع لحد هنا. آه آه طيب الناس رد على كلام الشين، ما ترد على التعليقات الكويسة، بالعكس التعليقات المتهمينك بها توضح لنا. يا وعد النوار ما بوضح لكم، اصله ما بوضح لكم. الدار يشوفني كعب يشوفني، والدار يشوفني كويس يشوفني، ما عندي اي توضيح. ده مش تعليقك قلت يرد عليه وجدا رديت عليه، ومع خالص الاحترام لك يا اخي. اذا كنت زول كويس، اذا كنت زول كويس، اذا كنت مع الجماعه ديك، اذا كنت مع الجماعه ديك، اذا كنت مع الحراك ذاك الشارع قدام، اذا ما مع الحراك زنون كعب خليه وامشي حته تانية. لكن اقعد ارد ولا تحلموا بيها. والله لو السودان ده كله قال لي يرد وفي زول واحد قاعد يحضر في اللايف ده، انا حقعد اتونس مع الزول اللي بيحضر في اللايف ده، لكن نهاية ما برد. شايفني كعب كعب، حرامي حرامي، اي كلام. زنون كان عنده قميصين بقى عنده خمس خمس، جاتني كيف قدام كلنا اوريكم لقدام. انا زول محامي يا اخي، انا زول محامي دي قاعد اقولها مره ما قاعد اقولها طالما بتكلم في اللبس. انا زول محامي، نحن ناس البدل والكرفتات والتحشيش والضاب دي حاجاتنا نحن. لكن أنا كنت بخجل بداية اللايفات بشتغل بقول لهم خلنا الناس في شنو، ما بغير، ما قاعد استحمى، ما بحلق بالقوه كده. الجماعه اللي بيقعدونا انا حلقوا لي مره بطريقه بحكيها لكم قدام برضه، لكن ما في. امشوا طوال الداير رد يمشي بغادي، ما في رد. وقع ولا ما وقع، ما في ردود. طيب الصادق الحساب ولد البرجوكة، ايوه. جلال جحفر بكره قدام لانه انا واقف جنب واي فاي ومنتظر تختم عشان انزل. يا اخي والله يعفو لنا يا اخوانا، يعفو لنا. بس انا عارف اذيت الناس في اللايفات دي شديد. آه هلا ابو بكر قالت تطلب دعوه هي على سفر. انا ربنا يكتب سلامتك ان شاء الله. انا ما عارف اتحركتوا ولا لسه. اذا اتحركتوا ربنا يوصلكم بالسلامه، اذا ما اتحركتوا برضه ربنا يوصلكم بالسلامه. القريب يديها دعوات على سفر بعيد شديد. ربنا يحفظكم وربنا يوصلكم بالسلامه. هذا كله ما نملك يا هلا. طيب الثبات وعدم الهروب، وضاح حسين. مكبرات الصوت، علم كبير الحشد والمخاطبة، علم متاريس حشد الولايات. كلامك ده انا هعلق عليه واحده بس، الثبات وعدم الهروب. يوم بكره ده يا اخواننا اصلا الناس دي ما قاعد تجري، الثوار ما قاعدين يجروا، قاعد يخشوا في نصهم الناس عشان يفرتقوا المواكب. لكن الثوار ما قاعدين يجروا، اللي بيحصل مرات انسحاب، بيجوا راجعين تاني. كونه ثوار 10 15 يقلعوا تاتشر من عساكر، ديل ما الناس اللي بيجروا. لكن في ناس قاعد يخشوا في نصهم يا اخوانا. انا بقول ركزوا مع الناس ديل. اول زول بيجري ده ما من الثوار، ما في زول بيركب من اخر الصالحه ولا من مبدات ولا من بري ولا من شمبات عشان يجي له موكب عشان يقوم جاري، ما بيجروا. لكن في زول بيقوم في نصهم مزروع بيفرتك الناس. بس الناس تركز فيه دي. الثبات ده نحن ما بنوصي به. الناس دي كان ما ثابتين، ما في زول بيمرق بيمشي له موكب برا حلتهم لو ما زول راكز ثابت. ما الثبات ده قاعد فيه ناس ثابتين راكزين، لكن ولا هروب، بتحصل تفكيك وتشتيت. بيحصل مرات يقول لك داك امنجي اللي بيكون اشر عليه داك يكون هو ذاته امنجي. يقول لك الزول داك امنجي بيتكلم في التليفون وتلقاه بيروحوا الامنجي، لكن داري يلفت الناس. لازم تركزوا يا اخوانا، لازم تركزوا. هيحصل تشتيت تشكيك، تشتيت تشكيك. يمسكوا زول من نص يقول لك داك ويكونوا هم الامنجيه ذاتهم. ما تخلوهم يتحكموا في مساراتكم بكره. في ناس كتار مدربين على الحاجه دي، في ورش شغاله، ما دي ما توصيات ذات بتاعت لايفات، والله شغالين فيها شباب ولا تخافوا عليهم ذاته، مركزين يوم بكره ده. ويزول يخش في نصهم بالغلط يمكن ما يمرق كله. فاعملوا حسابكم. اللي بيخش بالغلط يوم بكره والله 90% ما يمرق تاني، لانه في غضب شديد جدا جدا وفي تركيز شديد جدا جدا.
ما تعملوا فيها مفتحين بكره وتحاولوا تشتتوا الناس وتشككوهم وتحاولوا تشتتوا وده يقوم جارب تلقى زول بيمسكك بيهجرك في الواطه دي، يمكن ما تقوم من تحته. فعملوا حسابكم. الناس اللي قاعد يخشوا المواكب عشان يفرتقوا زي الناس اللي بيخشوا في اللايفات ويعملوا ده بكره مجهزين لكم. طيب مش كلنا جينا من آدم، مش آدم والبشرية، السجن إذن يترادم. نبني وقلاع ثورية، حرية سلام حرية، من حقي أغني لشعبي. ابتسام جمعة، والله القصيدة دي جميلة جدا جدا. من حقي أغني لشعبي، من حق الشعب عليا، لا بإيدك تمنع قلبي، لا قلبي كمان بإيديا. الناس الصابرة سنين على الحالة الما دغرية، الماسكة الجمرة بإيدها والجمرة تلالي بحية. علمني أغني الطين المطرقة والطورية. في النهاية خليه يغني صريح، ذرية ولا ذرية. القصيدة دي فيها كلام بتاع حرية قوي شديد، محتاجين نحن المعارضين دي نتعلم ذاته. من حقي أغني لشعبي، من حقي أغني لشعبي، مهما اختلفت معاك واختلفت معي، من حقي، من حقي. انت من حقك، ما ضروري نتفق سوا عشان نغني للشعب ده. انت وانا من حقي اغني لشعبي، من حق الشعب عليا. لا بايدك تمنع قلبي، لا قلبي كمان بايديا. الناس الصابرة سنين على الحالة الما دغرية، وهناك الناس صبروا سنين، صبروا سنين ودنين على الحالة الما دغرية. ابونا يا اخي الله يرحمه ويغفر له، انت جاد يا هواري. هواري ده قال كلام خطير جدا، قال لي انا في رسالة. طيب انا في ختام داير اقول لكم حاجة، اديني تليفوني الثاني ده. في زول رسل لي رسالة امس، حامشي افتشها وانشرها بعد الكلام ده. والله العظيم يا هواري الزول ده مرسل رسالة لو اتكتبت غالبا تملى صفحتين. بيتكلم هو شغله في الولايات، موظف اسمه ذكره وبحسابه الحقيقي ويجي شيء، لكن بيوصي انه يا اخي اذا نشرت الكلام ده ما تنشر الاسم لانه ممكن يخليها مشكله كبيره جدا جدا. الزول ده قال لي مشيت مناطق ما فيها كهرباء، فلقيت فيهم ناس اللايفات دي ذاتها يا هواري. والله هو بيحلف، انا بحلف عليه قسم هو يعني. اللايفات دي قال لي لقيت في ناس شايلينها ملفات صوتيه في زواكر بيشغلوها في انديه بتاعت مشاهده في حته ما فيها كهرباء. قال لي لما نجي بيسالوه اكثر من 6 7 قرى، بيسالوه يقول لها جبت لنا من الزول ده حاجه مصوره، بيجي يوريهم اللايفات المصوره بيقعدوا يحضروا. الزول ده ما عندي بيه علاقه ولا عنده مصلحه ولا غيره، فصوتنا وصل بعيد يا اخوي. انا بضحك اللي انا فات دي واتكلم مع اخواني بيجي قلت له تعرف الحمله دي واحده من الحاجات بتخلي الزول يطمئن ما يرد عليها، انها وصلت حتات كنا متمنين صوتنا يصل لها، ما عشان نشتهر فيها، عشان الناس تحس بانه في ناس هناك واقفين معاهم في معسكرات. الزول يتكلم عن قرى لا فيها كهرباء لا نور لا غيره، بيشغلوا البطاريه بالليل، بيشغلوا بقى التلفزيون، نادي بتاع مشاهده بيشغلوه بس بالليل، عندهم زمن ضيق، فبقى عندهم من زمنهم الضيق ده والشبكه بحاجه اسمها بالحاجه زي الطبق دي بس تلفونات. بيتصلوا بزواكر بعد كل فتره. يتخيل في ال100 يوم دي الصوت وصل المناطق دي يا هواري. تاني ما في خوف، وصل حتات بعيده جدا جدا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. مرات الثقه يا ياسر بتشوفها تعالي. انت زول بتعرفني كويس وقريت معي في جامعه واحده، بتعرفني كويس. كان زول متعالي ولا متعالي؟ الكلام ده كان يجي زول من غيرك يا ياسر. انا ما متعالي، انا واثق من نفسي شديد. بس ليه بيسموه تعالي؟ احنا ما كنا سوا في يوم من الايام؟ ليه الليله بقيت متعالي مع نفس الزول؟ بربر ولا انا غلطان؟ تاروقة ياسر، انا يعني ذاتي زنون بتاع بربر بتاع سنار، ما متعالي. لكن لما نقرص العين دي واتكلم انت بالذات بتعرف انا قاعد اكون عامل شنو جوا، فده ما تعالي. انا واثق من نفسي. بس ليه يعني الا انكسر وابقى كده عشان ابقى ما متعالي؟ انا ما متعالي، انا واثق. عيب تقول الكلام ده انت يا مان. ذكرياتنا اجمل من كده يا ياسر يا اخي. المغتربين بكره تتفرجوا. بس اقول لكم شنو حتعملوا شنو يعني بكره حاجتين مغتربين، واغلب اللي بيجادوا الان مغتربين لانهم عندهم ميجا بايتات كثيره وواي فاي. بكره تشتغلوا اعلام ايجابي، الليله تشتغلوا اعلام ايجابي. كلنا شفنا بس امس من امس لليله الود ده قتلوه كم مره يا اخوان. عشان اوريكم واحده من مسالب الاعلام وعدم احساسنا وعدم ضميرنا. الود القاعد في المستشفى ده قتلوه كم مره. عمر الطيب، خلي اي حاجه، خلي الثوره، في زول داير يموت عشان الحراك ده يشتعل؟ ولا في، انا ما قادر افهم في شنو. ليه الناس مصره تطلعوا مات؟ ليه؟ بعدين اهله
خالاته، بنات عمه، اصحابه، الناس اللي برا السودان، الناس المهتمين له فعليا، فعليا مهتمين له. لما تيجي تقول لهم الزول ده مات ويطلع ما مات، ما تلعبوا بمشاعر الناس يا اخوانا. دي حاجه خطره جدا، دي حاجه خطره شديد. اعلام السالب ده كعب شديد، ما رقم لا عمر الطيب ولا عبد العظيم ولا بابكر ولا النمير ولا اي زول، ما رقم. ديل ارواح بشر، ناس كانوا معانا لسه عندهم اهل، لسه في ناس موجوعين لهم فعلا من جوا، لسه سريرهم فاضي في البيت هناك، لسه مكتبته قاعده لسه في البيت، ملابسه لسه بتكون قاعده في الدولاب، ريحته لسه قاعده في بيتهم. زول بني ادم ما تتعاملوا معاهم كده. المغتربين يا ابراهيم ما بقول لك اشتغلوا اعلام، اشتغلوا اعلام ايجابي، اعلام ايجابي، اعلام مفيد، اعلام مفيد، ما فيه كذب، ما فيه تضليل، ما فيه سبق صحفي، اعلام مفيد، تركيز. ما تفكرك اي خبر سائل الشمار، لازم تركز في صحة الخبر بتاعك. الناس اللي قالوا اللي بيتكلم عن سفة بس عشان اوريك الانصرافية، مع انك ما جداد للاسف الشديد، دي سوسة. يعني شوف بس ده اوريك مثال يعني للانصرافية. يعني حاول اقول لك دي سوسة ابقى زي البشير، سنة كسرت هنا يا اخي، الله خليكم جادين يا اخي. السفة بتاعت ماليزيا والسفة بتاعت حتضيعوا نفسكم انتوا، نحن ما بنضيع والثورة ما بتضيع، لكن الانصرافية دي بتضركم انتوا يا اخواننا. في زول قال لي دايرك تطلب دعوة، الغريبة هو عارف الدعوة ذاتها شنو. ادعي لي بس معاك ربنا يتقبل ان شاء الله. هيثم حاتم مكي، انت جيت متاخر، اللايف انتهى قبيل بتاع 6 ابريل، ده لايف بتاع 7 ابريل و8 ابريل و9 ابريل و10 ابريل و13 ابريل واحنا ماشيين لقدام. طيب يا ياسر، انا فهمت كلامك عن التعالي، تتكلم عن الرد على التلفون. انا قبيل قلت كلام، قلت اخوانا الناس اللي بيتصلوا ما تطولوا المكالمه، لانه بكون في كم نفر ضاربين في تلفون تاني في غيره. فواضح انك من تعليقك هنا بتتكلم عن عن انه انا ما ردت لك تقريبا، اتصلت ولا حاجه. ما حصدق لو قلت لك اصلا ما شفت المكالمه، وبعتذر لك جدا، بعتذر لاي زول يتواصل ما قدرت اتواصل معاه. في ناس كتار زيك يا ياسر، فالعفو، العفو وما تزعل، واحنا البيننا اكبر من كده. يعني شكلك اتصلت وانا ما رديت، ده ما يخليك تقول متعالي. القى لاخوك عذر يا فردان، انت ما عارف اللي علينا ساي يا اخي. قول يا لطيف، نحن نلقاه من بجاي ولا بجاي الا منك انت يا ياسر. طيب يا شباب، بكره في مواكب ضخمه خارج السودان، في لندن، في نيويورك. بكره في 3 وقفات كبيره جدا جدا، ودي وقفات قاعد توصل صوت السودان للعالم البرة. ربنا ينطرهم 3 وقفات، وقلنا اي زول لقى فرقه يمشي يقيف مع اخوانه. انا داير اختصر، داير اقفل عشان ادي الناس فرصه تمشي تستعد لبكره. والناس البرة وصيه واحده بس، نصيحه بس، اشتغلوا اعلام ايجابي. نحن فشلنا، طيب نحن فشلنا في انه نقدم. نحن مجتمعين انا وانتو اللي بتشاهدوا، بس انتو لو بقيتوا اعلام ايجابي حقيقي مركز داعم بتخلقوا فرق كبير شديد. 4000 فرق كبير جدا من اخلاقه. ابقوا اعلام ايجابي داعم مركز مع الثوره، مع الشارع، مع الحراك، تكفيل ثغرات، اشتغلوا بتخلقوا فرق كبير شديد. حدثني استاذي يوما عن شيء يدعى الحريه، فسألت الأستاذ بلطف أن يتكلم بالعربية. ما الحرية؟ هل هي مصطلح يوناني من بعض الحقب الزمنية، أم هي أشياء نستوردها، أم منتوجات وطنية؟ فأجاب معلمنا حزنا وانساب الدمع بعفوية: لقد أنسوكم كل التاريخ وكل القيم العلوية، أسفي أن تخرج أجيال لا تعرف معنى الحرية، لا تحمل سيفا أو قلما، لا تملك فكرا وهوية. وعلمت بموت معلمنا في الزنزانات الفردية، ونذرت لئن أحياني الله وكانت في العمر بقية سأجوب الأرض بأكملها بحثا
بحثا عن معنى الحرية سأجوب الأرض بأكملها بحثا عن معنى الحرية. فقصدت نادي أمتنا أسألهم عن معنى الحرية فتواروا عن عيني هلعا لكأن قنابل ذرية ستساقط فوق رؤوسهم وتبيد جميع البشرية. ودنا مني رجل يبدو قد ذاق معاناة الشرطة السرية وقال لا تسأل عن هذا أبدا، أحرف كلماتك شوكية، وارحل 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 فتراب مدينتنا يحوي آذانا مخفية تسمع ما لا يحكى أبدا وترى قصصا بوليسية ليكون المجرم حضرتكم والخائن قاضي الشرعية. شباب ربنا ينصركم، ربنا يحفظكم. ركزوا في بكرة وبعده إلى أن يسقط النظام. بكرة بإذن الله استحملونا، حنعمل لكم وجعوش زي ما قاعد يقولوا الجماعة بوشك الحانط ده قديتنا. فبكرة تحملوني شوية كده، حتكون في قدة بالنهار قبل الموكب، هتكون في متابعة مستمرة، ما في نوم من هسه لحد بكرة نهاية اليوم. استحملونا بس بكرة بالنهار، وما دايرين أي كلام برا الجدول. بكرة ما دايرين أي كلام، بكرة ذاتنا لأن جوا بس كده في اتجاه واحد في نقاط محددة، تركيز متابعة. والحاجة اللي بنقول أنا بكرة حكون حريص جدا ما أقول أي كلام ما حقيقي أو كلام ما محتاج له. أي حاجة قلناه اتأكدوا إنه دايرينها توصل طوالي لكل الناس محتاجينها توصل. حيكون كلام من وإلى مباشرة. ربنا ينصركم يحفظكم. والصفحة دي حقتكم لحد ما تسقط الحكومة، عشان كده ما تقول لي ردفع ثاني. ما ممكن نتفق قبل كم يوم إنه الصفحة دي حقتكم ما حقتي، حقت الناس كلهم، حقت الحراك، وانا جالس تقول لي رد عشان تبقى انا وانت. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. تصبحوا على خير. دعواتكم الناس البعاد برضه يا ابراهيم المغتربين، دعواتكم الناس اللي في القراب من مكة امشوا عمروا وادعوا للثوار ربنا ينصرهم. اي زول ممكن يساند باي شكل من الاشكال. اعلام ايجابي يا شباب، اعلام ايجابي، اعلام ايجابي. استوصل من المعلومه قبل ما تنشرها. خلوا الشمارات ركزوا قدام اعلام ايجابي، خلوا الشمارات ركزوا قدام معلومه ما مؤكده، ما تنشروها معلومه ما مؤكده، ما تنشروها معلومه ما مؤكده. ربنا ينصرهم يحفظهم، كتر لهم الدعوات الناس البعاد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.